اللجان مرة أخرى. هل حضرتك ذهبت إلى السجون لأنه بيقال إن السجون مكتظة جدا بالمساجين؟ شوفي، أنا مش عايز أقول للناس السجن عامل إيه حلو جدا لدرجة إن في ناس عايزة تروح تاني يعني. أنهي سجن ده؟ أي سجن. السجون اللي في مصر أنا رحت اللومان، رحت ترى، رحت الاستقبال، رحت القناة الخيرية رجال، لا أنا لفيت سجون مصر. والعقرب؟ لا العقرب ده بعيد شوية، لكن أنا بقول لك على الأماكن اللي أنا رحتها. السجون دلوقتي أنا أول مرة اتسجنت سنة 72 وبعدين 87 وبعدين 97 وبعدين 2007، يعني 10 سنين زي كاس العالم 4 سنين، عاش كل 10 سنين. السجون بتتطور، الاكل هناك بقى نظيف جدا، في ملاعب سكواش وفي ملاعب تنس، كل ده موجود في السجون. حضرتك عايز تلفزيون بتجيب التلفزيون، بتجيب ثلاجه. السجون تتطور، لكن ده مش كفايه. ده مش كفايه. يعني حال السجن الآن أفضل في مستشفيات نظيفه جدا مما كنت عليه لما دخلت السجن آخر مرة حضرتك، يعني لما ذهبت وجدت إن حال السجن أفضل الآن؟ أنا فاكر آخر مرة كنت مسجون في نفس المكان اللي فيه حسني مبارك. حسني مبارك دلوقتي في في مستشفى المستشفى، في نفس المكان اللي في سجن المزرعه، في نفس المكان اللي كان فيه. واخد حضرتك؟ فعايز اقول لك هو ده المجتمع المدني، ده دوره. واحد في الاسم، حضرتك هو جاي الاسم يشتكي او مجني عليه او متهم، عامله امتنان ادب واحترام وعامل له محضر وديه النيابه، النيابه تدي له جائزه نوبل تحبسه، لكن حضرتك بتضربه ليه؟ يعني عامله يعني عدم اهانه بالظبط. ده دوري انا ده دوري. نعم. عشان كده مش عايز اقول لك كم التلغرافات والشكاوي اللي جايه لي، بس انا مش قادر افعلها الا بعد الانتخابات من ناس عندها مشاكل.